حمزة أسامة تقريبا كل ما يطلع يعمل ديكلاراسيون إلا وتصير البوليميك. لكن نعرفوا الشوك في الديكلاراسيون انه اسامه انسان ممكن يتكلم من جانب حرقه، ممكن يتكلم من جانب واقع مرير، خاصه انه خليني نجاوبك توا على اللي كنت تسال فيه حمزه. انه هو اعطاه في ديكلاراسيون قال انه اول ما كلموني باش ناخذ البوست نتاع المدير الرياضي في النادي الافريقي كانت فما وعود ثانيه، لكن اليوم ما لقيتهاش. هو اللي خلى اليوم معناه يحس انه كلمته طاحت، والا اللونجاجمون نتاعو طاح انفير معناها الجوارات هذوما اللي وقع التفاهم نتاعو. اسامه كان صريح وحط صباع على الداء، لانه اي مدير رياضي ثاني ما كانش ينجم يعطي ديكلاراسيون تاع المشروع الرياضي. وقت اللي اليوم تكون مدير رياضي وتتكلم معناها بالصدق اللي يتكلم به اسامه، ما نجم نقول لك كان برافو، لانه صراحه ما فماش مشروع رياضي في النادي الافريقي في صلب هالاشكاليات اللي تعيشها، سواء اداريه سواء معناها ماديه، اللي مأثره على الفريق معناها ولات شنو كل ماتش وماتشوه العب الماتش. لكن كاهداف كبرى والا كمشروع رياضي والا ما كتخطيط عندك معناها مكان. على المدى القصير المدى الطويل ما هيش موجود. واضح. خليك حمزه كلمة في الآخر أنت، لأنه